السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم 3 طرق مختلفه لتشغيل نار اللي تحت في فرن البوتاغاز. اوكي، 3 طرق مختلفه، اذا ما ضبط الطريقه الاول تقدر تستعين في الطريقه الثانيه. فرن البوتاغاز اوكي، الطريقه الاول لتشغيل فرن او النار اللي تحت، ان كل فرن الحديثة يكون فيها ولاعة كهربائية. شوفوا فيها ولاعة كهربائية تقدر تشغل النار. افرض ان الولاعة كهربائية يعني معطل، النار اللي تحت ولاعته خربان يعني ما يشتغل، او الفرن الخاص بك يعني قديمة ما فيها ولاعة كهربائية. كيف تروح للطريقة الثانية؟ الطريقة الثانية انك تفتح باب الفرن. اوكي، بعد ما تفتح باب الفرن اوكي راح نزيل هذا الشيء، الصينية الفرن راح بتحصل هني. لاحظوا على الجهة اليمين او على الجهة اليسار بتحصل فتحة. هذه الفتحة تود تحط الولاعة بهذا الشكل داخله وتفتح النار وتشغل النار راح يشتغل. هذا الطريقة الثانية لتشغيل الفرن البوتاغاز. طبعا هذا الفتحة يعني مخصص لوضع الولاعة وتشغيل النار اللي تحت. هذه الطريقة الثانية. افرض انك تواجه مشكلة في هذه الطرق، راح نحط الصينية الفرن. نروح للطريقة الثالثة. اوكي، الطريقة الثالثة انك تفتح هذا الباب. اوكي، لازم تنام تحت. راح بتحصل هني، شوفوا لاحظوا، راح اوضح الكاميرا. شوفوا لاحظوا هناك بتحصل هذا الفتحات. شوفوا لاحظوا، اوضح الكاميرا شوي. شوفوا هذا الفتحات راح توجه هذا الولاعة في المكان اللي يشتغل النار وتشغل وراح يشتغل الفرن. وبس هذا هو 3 طرق مختلفة لتشغيل فرن البوتاغاز. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. بس مع السلامة.